عمرك سألت نفسك ليه في أيام بتصحى من النوم تلاقي وشك منور وجميل وصافي، وحتى الأشخاص اللي حواليك بيعلقوا انت مالك حلو النهاردة كده ليه؟ وأيام تانية بتحس ان انت بهتان ومطفي، واللي حواليك بيلاحظوا ويقولولك انت مالك مجهد كده ليه؟ برغم ان انت نايم كويس جدا واكل كويس جدا. ده سببه حاجة اسمها تأثير التذبذب الطاقي على الملامح. فانت ملامحك او شكلك بتساوي طاقتك، يعني بطريقة بسيطة شكلك بيتغير حسب ترددك. فالترددات عندنا نوعين: تردد ايجابي وتردد سلبي. تردد ايجابي عالي وتردد سلبي منخفض. فلما انت بتبقى في الترددات الايجابيه العاليه، زي مثلا احاسيس ايه؟ الحب اعلى تردد. عشان كده بنلاقي الاشخاص اللي هي بتخش في علاقات حب جديده وتبقى بتحب ومبسوطه، هي شكلها محلو، بنقول له انت ليه شكلك حلو كده، انت بتحب جديد. تردد تاني زي مثلا تردد الأمان، السلام، إحساس إن أنت عندك حماس. أي ترددات إيجابية عالية هتحط نفسك عليها هتنعكس على شكلك، هتغير لك شكلك، هتحس إن أنت منور وإن أنت شكلك حلو. لما بتنزل بقى بتردداتك للترددات المنخفضة زي إحساس عدم الأمان، القلق، الخوف، حتى لو أنت حسيت إن أنت ضاغط نفسك، يعني لما بتضغط نفسك إن أنت مثلا تخلص شغل في وقت معين، أنت كده حطيت نفسك على تردد سلبي. لما بتعمل حاجة عشان ترضي حد قدامك وانت مش قابل ده من جواك، انت برضو بتنزل بالتردد بتاعك لتحت. عمرك تخيلت ان انت لما ترضي حد على حساب نفسك ده ينعكس على شكلك ان هو يبقى باهت وتعبان؟ عمرك ما كنت تتخيل كده. فانت لازم تتبع خطوات معينة يوميا عشان تحافظ على ترددك وتحافظ على شكلك ان هو دايما يبقى منور وجميل. ايه هي؟ 3 حاجات اساسية. اول حاجة التنفس العميق. التنفس العميق هو هيخف منك اي طاقة تقيلة. لازم يبقى هو اسلوب حياتك، مش بس ان انت بتعمله قبل التأمل مثلا 7 مرات 8 مرات، او حتى بتعمله لمدة نص ساعة في اليوم. لا، عود نفسك على التنفس العميق الصحيح باستمرار. مع الوقت هيبقى هو ده اسلوب حياتك، هتحس بطاقة ان انت طاقتك خفيفة جدا، هتحس ان مفيش تقل جواك، هيشحنك وهيرفع لك تردداتك. تاني حاجة ان انت تشوف حاجة بتحبها تعملها، دي هتشحنك بالطاقة، فبرضه هتحطك على ترددات حلوة. ازاي بتحطني على تردد حلو؟ انا لما بشوف حاجة مثلا انا بعملها، مثلا انا هوايتي مثلا الرسم، فبدات ان انا ارسم. لما برسم وبطلع لوحه عجباني بيبقى عندي احساس فرح، احساس انبساط. الاحساس ده هو ده التردد، الاحساس اللي خارج من قلبي هو ده التردد. فبحط نفسي هنا بعمل الحاجه اللي بتديني الاحساس ده، فبرفع ترددي، فده برضو ينعكس على شكلي. المشي كل يوم ولو حتى لمدة 10 دقايق هيفرق في شكلك جدا. عشان كده لو تلاحظ ان الاشخاص اللي هم بيلعبوا رياضة باستمرار شكلهم بيبان اصغر من سنهم بسبب الرياضة، لأن الرياضة هنا هي بتفرغ أي شحنات موجودة في جسمك، وكمان بتخلي ترددك يرتفع. حافظ على طاقتك علشان تحافظ على شكلك.